أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. خرج أبو نعيم بإسناد صحيح الفضيل بن عياض أنه قال: من عظم مبتدعا فقد أعان على هدم الإسلام. ومع رمز من رموز إخواننا الشيعة أن إخواننا الشيعة أحسنت. أنا حقيقة لا أجد حرجا فيما دعا إليه فضيلة الشيخ حسن الصفار حفظه الله. وعما ليلة عاشوراء فأنا أقول نحن السنة بكينا فكيف لا يبكونهم الله يكون في عونهم. إن كان التشيع الذي نحن نعرفه ونميل إليه ونحبه ونعتقده فحي هلا. وأنا في الحقيقة أسجل لسماحة الشيخ وفضيلة الشيخ حسن الصفار موقفه الجريء. أنا أشهد الله أنني سمعت هذا الرجل يتبرأ من هذا الكلام. يجب أن نقولها بعدل وأحيي وأثني وأرفع الرأس وأشرح الصدر بكلام هذا الرجل في البراءة من مثل ذلك. وأنا ممن بكى وأبكى في مسجدي ولي خطبة في قتل الحسين، بكيت وبكى المسجد لو سمع الشيعة في القطيف لا أعطوني الخمس. استمع لحسن الصفار ماذا يقول. لذلك الشيعة يتبرؤون من هذه القضية حتى لا يعرضون السنة مستمسك عليهم، وإلا فالشيعة هم الذين قتلوا عثمان جزاهم الله خيرا. يطيب لإخوانكم في مكتبة وتسجيلات دار البينة أن يقدموا لكم هذه المادة: هزيمة البريك الصحوي أمام الصفار الرافضي، لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن ريس الريس، المشرف العام على موقع الإسلام العتيق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي اليوم 24 من شهر ربيع الثاني لعام 31 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألتقيكم في كلمة بعنوان هزيمة البريك الصحوي أمام الصفار الرافضي. أجرت قناة الدليل في اليوم 17 لشهر ربيع الثاني لعام 31 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم برنامجا بعنوان البيان التالي عن الوطن ومفهوم التعايش بين الأديان. وكان ضيف الحلقة المتميع مع الرافضة الدكتور سعد بن البريك الصحوي وحسن الصفار الرافضي الثابت على أصوله. وكان الذي يدير اللقاء عبد العزيز قاسم، وهو ككثير من الإعلاميين قتلتهم الشهرة وحب البروز ولو على حساب دينهم وعقيدتهم. وبسبب حب عبد العزيز قاسم للشهرة والبروز يتكلم أحيانا مدافعا عن الشيعة، وأحيانا عن أهل السنة، وأحيانا عن الليبراليين، وأحيانا عن الإسلاميين. وليس هذا غريبا، فليس صاحب علم ولا معروفا بالتدين، بل إنه لم يؤتى ما أوتي كثير من الإعلاميين من الفصاحة وسرعة البديهة، ولكنه جريء على عرض المسلمات على طاولة النقاش والحوار. أما حسن الصفار فهو رافضي من الاثني عشرية، جلد من مقولاته المحفوظة عليه أنه قال في تسجيل عليه كما نقله صاحب كتاب البتار في فضح الشيعي الصفار أنه قال يقول، وقد عزى صاحب الكتاب هذا الكلام إلى موقع البرهان قسم مشاهد وصوتيات، يقول الصفار: الإمام علي، وانتبه إلى كلام هذا، يقول: الإمام علي بشكل طبيعي ما كان إله يد مباشرة في العمل في قتل عثمان. كذلك الشيعة يتبرؤون من هذه القضية حتى لا يأخذها السنة متمسكا عليهم، وإلا فالشيعة هم الذين قتلوا عثمان جزاهم الله خيرا.
ثم يقول بعد ذلك: ولذلك إحنا الشيعة إذا تشوفوا نكره أبو بكر وعمر وعثمان. كثير من الشباب يقولون: وش بيننا فيهم صحابة الرسول، صاحب الرسول ماتوا، في الواقع إحنا نحقد عليهم ونبغضهم ونلعنهم لأنهم كانوا يعني بداية انحطاط الأمة إلى آخر كلامه. هذا بصوت الصفار، ونقله صاحب كتاب البتار في فضح الشيعي الصفار. والاثنا عشرية عقيدتهم من أسوأ العقائد، بل إنك إذا تأملت في عقائدهم وجدتها أسوأ من اعتقاد اليهودي والنصارى، فإنهم مشركون حتى بتوحيد الربوبية، يعتقدون أن أئمتهم هم الذين يتصرفون في الكون، ولم تحصل زلازل ولا أمطار ولا سراء ولا ضراء في الأرض إلا بتصرف أئمتهم، إلى آخر عقائدهم الفاشلة والمخالفة لصريح الكتاب والسنة، والتي هم فيها أكثر من أبي جهل وأبي لهب، لأن أبا جهل وأبا لهب مقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله هو الخالق الرازق والمدبر وحده جل جلاله وعظم سلطانه. وفي هذا اللقاء الانهزامي حصلت أمور مؤلمة للغاية، وذلك أن الصفار دافع عن الخميني رأس الرفض والتشيع في هذا الزمن، وحسن صورته. وسيأتي الكلام عن الخميني وما عنده من العقائد الفاسدة، ويكفيك أن تعلم أنه رافضي بغيض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتجاوز هذا إلى أن دافع عن السيستاني وحسن صورته. والسيستاني كما سيأتي هو خليفة نصر الدين طوسي، لما أن نصر الدين طوسي أعان التتار على المسلمين، فإن السيستاني ممن أعان الأمريكان والكفار على إخوان أهل السنة في بلاد العراق، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. ومع هذا كله فإن الصفار لا يستحي ويثبت على مبادئه في هذا الحوار، ويظهر في هذا الحوار بصورة المدافع عن الخميني وعن السيستاني. وتجاوز هذا إلى أنه دافع عن الشيعة وأظهرهم في صورة حسنة، وأنهم لا يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا من الكذب البهتان تكذبه كتبهم. ثم ما ينشر الآن في مواقع الشبكة العنكبوتية من صور كثير من الرافضة وهم يسبون أبا بكر وعمر، ويتهمون أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا أخزاهم الله إلى يوم الدين. ثم إنه دافع عن الشيعة وأظهرهم بصورة حسنة، وأنهم ليسوا أهل تخريب وإفساد كما هو الحال بالنسبة لأهل السنة. هذا كله يقوله في هذا الحوار، وسعد البريك يستمع، وعبد العزيز قاسم يطبل ويزمر لهذا الكلام. وأيضا مما قاله ثابتا على تشيعه واعتقاده أنه يثني على الحوزات في إيران، لا سيما في قم، ويقول: لسنا ندرس هناك شيئا من تكفير صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم لما أحرج بما يوجد في كتب الرافضة من الكتب المعتمدة من تكفير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، زعم أن هذه أخطاء لا يصح الالتفات إليها، كما يوجد في كتب أهل السنة أخطاء. ثم في هذا اللقاء أظهر الاعتقاد الرافضي الفاجر، أظهره بصورة الاعتقاد القوي، وأن عندهم 1000 دليل بل آلاف الأدلة في إثبات صحة مذهبهم والرد على أهل السنة. هذا يقوله سعد البريك يسمع. ثم قرر في هذا اللقاء أنهم معذورون في نشاطهم التشيعي، وأنه لو لم يكن من نشاطهم التشيعي إلا تحسين الشيعة لثباتهم على عقيدتهم. يا ترى ماذا قال سعد البريك لما سمع هذا الكلام؟ أخذ يهز رأسه ويقول: جميل جميل، يعني هذا الكلام كلام جميل، إلى آخر كلام هذا الرافضي الخبيث حسن الصفار. هذا يا إخواني يقوله حسن الصفار في هذا اللقاء، وقلت لكم وكان أمامه سعد البريك، وممن يدير اللقاء عبد العزيز قاسم. وحسن الصفار يظهر نفسه بمظهر الرجل المعتدل العاقل إلى آخره. وحسن الصفار ممن لهم خبث سياسي في هذه الدولة المباركة، دولة التوحيد والسنة، بل هو يدعو إلى المنازعة على السلطة، يدعو إلى منازعة ولاة أمرنا أعزهم الله بالتوحيد والسنة إلى أن ينازعهم على السلطة. يقول في كتابه التطلع للوحدة في الصفحة 9، يقول: إذا ما شعر كل المواطنين في أي بلد إسلامي متنوع الانتماءات بالمساواة وتكافؤ الفرص وإتاحة المجال للمشاركة السياسية، انتبه، وإتاحة المجال للمشاركة السياسية والتداول السلمي للسلطة، فالرجل له نظرة يتولى زمام السلطة في معقل التوحيد والسنة، يريد أن يزاحم ولاة أمرنا ولاة التوحيد
والسنة، أسأل الله أن يخيب آمالهم وأن يكسرهم وأن يجعل دولتهم دولة إيران شذر مضر، وأن يجعل القوة فيها والعاقبة لإخوان أهل السنة، إنه القوي العزيز. ثم إن هذا حسن الصفار كما في كتاب ماذا تعرف عن حزب الله قد قاد حزب الله في دولة التوحيد والسنة، وكثير من الناس لا يعرف هذا الأمر. يقول صاحب كتاب ماذا تعرف عن حزب الله، يقول مع بداية قيام الثورة الخمينية في إيران وتوليها للسلطة عام 79 و900 وألف من الميلاد، أوعز النظام الإيراني لأتباعه بالسعودية بالقيام بثورات ضد الحكومة السعودية القائمة، مما تسبب هذا التحريض في قيام ما يسمى ثورة الشيعة في القطيف عام 1400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بدأت الشعارات والهتافات مثل مبدأنا حسيني، قائدنا خميني، يسقط النظام السعودي، يسقط فهد وخالد. ومن خلال بروز الثورة الخمينية والتواصل المنسجم بين إيران والقيادات الشيعية في السعودية، فقد عهد إليهم بإنشاء منظمة يكون مرشدها ومنظرها هو الشيخ حسن الصفار، وتمت تسمية هذه المنظمة باسم منظمة الثورة الإسلامية لتحرير الجزيرة العربية، إلى آخر كلام صاحب هذا الكتاب. إذن يا إخواني، الصفار رجل سياسي يخطط تخطيطا شديدا لإسقاط الحكم في دولة التوحيد والسنة، فهو على هذا رجل يعمل تبع دولة الرفض إيران لزعزعة الحكم في بلاد التوحيد والسنة السعودية أعزها الله بالتوحيد والسنة. يا ترى وفي مقابل ثبات الصفار على مبادئه وذكره ما ذكرت لكم وهو شيء قليل مما ذكر في هذا المقال، يا ترى ما موقف سعد البريك، وكيف سعد البريك مع الصفار عندما سمع هذا الكلام؟ سعد بريك ظهر بصورة المنهزم أشد الانهزامية، وكان مما قال سعد بريك في اللقاء فضيلة الشيخ حسن الصفار، يردد ما بين حين وآخر فضيلة الشيخ حسن الصفار، بل بالغ حتى قال سماحة الشيخ حسن الصفار. لا إله إلا الله. هذه الكلمة عندنا ما تقال إلا للمفتي العام والعلماء الكبار كالشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح الحيدان. ثم سعد البريك يطلق هذا اللقب على هذا الرافضي الخبيث وهو حسن الصفار، ويقول سعد بريك في هذا اللقاء: أشهد بالله أن حسن الصفار عاقل، وأن تشيعه تشيع محمود، وأنا أدعو إلى هذا التشيع. والله يا إخواني لا أدري من القائل. القائل رجل شيعي رافضي خبيث مندس بيننا أم ماذا؟ هل يقول هذا الكلام رجل عنده شيء قليل من التمسك بالسنة والحماسة إليها؟ ثم يبالغ سعد البريك ويشيد بيوم عاشوراء وببكاء الرافضة فيه، ويقول: والله إني أحزن إذا جاء يوم عاشوراء لما أتذكر من قتل حسين رضي الله عنه وأرضاه. يا سبحان الله، ألا تحزن في هذا اليوم من شرك الرافضة بالله في الربوبية؟ ألا تحزن في هذا اليوم من سب الرافضة لأبي بكر وعمر واتهام أم المؤمنين عائشة بالزنا؟ ثم إذا كنت ستحزن على يوم قتل الحسين، وللسني السلفي أن يحزن لكن من غير تحديد لهذا اليوم، لماذا لا تحزن على يوم قتل عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه؟ لماذا لا تحزن على قتل عثمان وقد قتل شر قتله؟ لماذا لا تحزن على قتل علي رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن الرجل يتغزل بالرافضة ويريد أن يظهر بصورة المعتدل في زعمه حتى يطبل له بأنه رجل معتدل. وهنيئا لك يا سعد بريك، قد طبل لك الإعلاميون في الصحف من العلمانيين والليبراليين والجهلة المتأثرين بهم، طبلوا لك وأظهروك بصورة الرجل المعتدل، لأنك تنازلت عن عقيدة أهل السنة وظهرت بصورة المبجل للرافضة سبابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل إنه بالغ وأثنى على بعض أهل السنة الجهلة بأنهم جعلوا بعض أوقافهم للرافضة. لا إله إلا الله. أيدعو عاقل أن يجعل السني أوقافه للرافضة سبابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ظهر بصورة التمجيد لحسن الصفار وقال إنه رجل صادق، ويجب أن نصدق كل شيعي إذا أظهر أمرا من اعتقاده، وستأتي مناقشة هذا الأمر إن شاء الله تعالى. بل إنه بالغ في التساهل بأمر المعتقد. أتدري أنه يقول: لا يهمني علاقتكم الدينية بعلمائكم في إيران، لكن الذي يهمني ألا تكون علاقتكم بهم علاقة سياسية. سبحان الله، أصبح الدين، أصبح أمر المعتقد أهون من أمر الدنيا والسياسة.